والله فريق عظيم، والله فريق عظيم، فريق ممتع. وانا ما بقول لك انه من بداية الموسم الاتحاد كان فريق قاعد يأدي بشكل جيد، لانه انا من قبل كاس العالم الاتحاد ما كان عاجبني، لكن الاتحاد من بعد كاس العالم بالنسبة لي انا افضل فريق موجود في بطولة الدوري. ليش؟ لانه بكل بساطة الاتحاد تبغاه يدافع، يلعب معك على المرتدات، على التحولات الهجومية، فريق قاعد يلعب ويقدم كورة ويقدر يقدم الشيء اللي هو يبغاه. تبغاه يلعب معك على الاستحواذ، يمسك الكورة ويلعب الكورة الشاملة ويتنقل ويهاجم ويلعب الكورة الهجومية، الاتحاد قادر يقدم هذا الشيء. وهذا الشيء شاهدناه في مباراة اليوم وشاهدناه في المباريات الماضية. الاتحاد فريق ممتع، الاتحاد فريق على المستوى التكتيكي، لاعبين الاتحاد النضج التكتيكي واصلين لمرحلة بصراحة ما قد شفت في هذا الموسم في فريق عنده نضج تكتيكي مثل لاعبة الاتحاد. 90 دقيقة اللاعبين مركزين، 90 دقيقة تحس انه المدرب بكيبورد قاعد يحرك اللعيبة في الملعب، ما في لاعب يتفلسف، ما في لاعب يتحكم بالكورة مثل ما هو يبغى. كل اللي قاعد نشوفه من الاتحاد انت قاعد تشوف شغل مدرب، قاعد تشوف لمسة مدرب. اللي قاعد نشوفه الاتحاد سواء كان على مستوى التنظيم الدفاعي، الاسلوب الهجومي اللي يلعب فيه الاتحاد، اي مباراة يلعبها الاتحاد انت قاعد تشوف شيء من المدرب. حتى لما كان الفريق بالنسبة لي انا ما كنت اشوف فيه سلبيات على الاتحاد، هي السلبيات كانت من المدرب. ما بقولك انه المدرب وقت النجاح هو كويس ووقت الفشل هو سيء، لا فعلا المدرب وقت اللي كان فيه سلبيات كان وقتها يتحملها المدرب، وقت الايجابيات اللي تحسنت في الاتحاد لا، هذا شغل مدرب. اللي انا اشوفه في الاتحاد انه في خلال 4-5 مباريات تسلسل نتائج، تسلسل اداء، تطور مستوى تصاعدي على مستوى اللاعبين، على مستوى الاداء الجماعي للفريق، سواء كان في الحالة الدفاعية في الحالة الهجومية. هذا يوضح لك انه اللي احنا قاعدين نشوفه شغل مدرب ما هو شغل لعيبة. لانك انت تيجي تشوف الاتحاد لما بيجي يدافع انت بتشوف انه طريقة الاتحاد في الدفاع طريقة مميزة. الفريق بيلعب ككتلة، الفريق تبغاه يدافع يلعب كدفاع متأخر، دفاع منطقة، بيدافع بشكل مميز، الخطوط متقاربة من بعض، اللعيبة قريبين من بعض، الضغط بيكون مميز جدا على المنافس. تبغاه يلعب ضغط عالي على المنافس في مناطقه، الاتحاد بيطبق الضغط العالي على منطقة الخصم بشكل مميز وشكل منظم من المدرب نونو سانتو. تبغاه يلعب ضغط متوسط في وسط الملعب، يحاول انه يخلي الخصم ما يقدر يخرج من مناطقه، الاتحاد بيطبق هذا الشيء مميز. هذا الشيء اللي انا عاجبني في الاتحاد. الاتحاد قبل كاس العالم ما كان اقوى هجوم، تقريبا كان ترتيبه على مستوى ترتيب المهاجمين الرابع او الخامس في بطولة الدوري، وكان مركزه الثاني او الثالث. هذا الكلام قبل كاس العالم. انت متخيل لما تكون ثاني وثالث الترتيب وانت خط هجومك ما هو الاقوى؟ التعاون قبل كاس العالم كان ترتيبه السادس تقريبا، وكان خط هجومه اقوى من خط الاتحاد. الان بعد كاس العالم تشوف الاتحاد في ترتيب افضل خط هجوم، اعتقد الاتحاد الاول. ليش؟ لانه الاتحاد من بعد كاس العالم مع المدرب نونو سانتو، هذا المدرب مسك الفترة اللي كان فيها فترة كاس العالم، اشتغل وطور المنظومة، خلى الفريق جماعيا داخل ارضية الملعب فريق محترم هجوميا. للانصاف انا انتقدت نونو سانتو قبل كده، وقت اللحظة اللي انا كنت اشوف انه الاتحاد مع نونو سانتو في فترة من الفترات انا بالنسبة لي كان هجوميا سيء، وجماهير الاتحاد نفسها كانت تنتقد الفريق على الرغم من انه كان ينتصر. لكن بعد كاس العالم لا، شفنا تطور، شفنا فريق مستواه يتصاعد، شفنا الاتحاد هجوميا مختلف، شفنا الاتحاد متنوع، تبغى يهاجم على الاطراف بيهاجم، بتلاقي فريق مميز جدا في العرضيات، بيستغل ويسجل اهداف من عرضيات، من ضربات حرة الاتحاد بيسجل، احمد حجازي، رومارينهو، عبد الرزاق حمد الله، احمد شراحيلي بيسجلوا من ضربات حرات من العمق. الاتحاد خطير جدا، مرتدات افضل فريق في الدوري ممكن يعمل التحولات والمرتدات. الاتحاد فريق يحترم في هذا الموسم الى الان، بالنسبة لي الى الجولة 16 ما في فريق افضل من نادي الاتحاد، قاعد يقدم كورة جميلة وشغل فني داخل ارضية الملعب. اليوم الاتحاد قدام العدالة، مباراة كبيرة، نتيجة كبيرة، تكتيك، شغل فني من اول دقيقة لاخر دقيقة، والاتحاد قاعد يقدم كورة ممتعة.
اللعيبه تحسهم مرتاحين بالطريقه اللي قاعدين يلعبوا فيها، اللعيبه مستمتعين داخل ارضيه الملعب. هذا شيء مهم لما يكون عندك فريق يلعب بهذه الايجابيه وبهذه الاريحيه. هذا شيء يخليك تتفائل انت كمشجع انه هذا الفريق في نهايه الموسم قادر يخرج بحاجه، قادر يحقق يا انه بطوله دوري يا انه يحقق بطوله كاس ملك. مستحيل الفريق هذا بالاداء اللي قاعد يقدمه ممكن يخرج نهايه الموسم 0 بطولات. الشيء هذا انا عاجبني في الاتحاد، الايجابيه اللي موجوده في الاتحاد. لو تيجي تشوف كل الفرق اللي في بطوله الدوري بالذات الانديه اللي تنافس على البطوله سواء كان النصر، الشباب، الهلال، الاتحاد، ما في فريق زي الاتحاد اللي قاعد يشعرك انه فريق ايجابي في ملعب، فريق قاعد يقدم كوره ممتعه، فريق تكتيكيا مستواه عالي. مستوى المحترفين بداية الموسم أول 4-5 جولات لو تيجي تتذكر كلام جمهور الاتحاد يقول لك نبغى في مركز 8، نبغى لاعب بديل لطارق حامد، نبغى لاعب بديل لكورنادو. الآن لو تيجي تشوف من بعد كأس العالم مين اللعيبة اللي شايلين الاتحاد لهم تأثير فعلي في الملعب؟ كورنادو، هنريكي، طارق حامد، ولا قصور في الأجانب كلهم مبدعين، بس أنا أتكلم عن هذا الثلاثي لأنه اكثر ثلاثه كانت جماهير طالبوا برحيلهم. الان الثلاثي هذول مسوين فارق غير طبيعي في الملعب. الثلاثي هذا مسوي فارق غير طبيعي في الملعب. ليش؟ لانه نونو سانتو لما بدا يوظفهم بشكل جيد، بدا يوظف امكانيات كل لاعب فيهم بالاسلوب اللي يناسب كل لاعب عشان يقدر يبرز امكانياته بشكل جيد. شفنا اتحاد مختلف، شفنا اتحاد في الملعب غير طبيعي تكتيكيا وحتى فرديا. اللعيبه مستواهم اتطور، مستواهم متصاعد. المباريات الماضيه ترجع تشوف مهند شنقيطه، تشوف زكريا وساوي، لاعبين شبان تطورهم قاعد يجي بسرعه، مباراه بعد مباراه مستواهم قاعد يرتفع. انت تجي مباريات احيانا تنزل هارون كمارا لاعب بديل، لاعب بينتج لك، لاعب ينزل يسجل لك هدف في اوقات صعبه. حتى احيانا بعض الاحيان مباراه الاتحاد يكون فايز المباراه منتهيه، هارون كمارا ينزل يصنع لك هدف او يسجل لك هدف. هذا الشيء يدل على انه في مدرب قاعد يشتغل على تطوير المنظومه الجماعيه بشكل عام. هذا يدل على شيء، يدل على انه انت عندك مدرب مستواه عالي فنيا وتكتيكيا. الاتحاد في هذا الموسم فريق غير طبيعي، فريق مرعب لكل المنافسين. على جمهور الاتحاد انهم يتفاخروا بهذا الفريق ويصبروا على هذا الفريق. وشوف من الجولة 16، انا الان اقول لك من الجولة 16 حتى الاتحاد لو ما حقق في هذا الموسم بطولة الدوري، فهذا الفريق وهذه الادارة قاعدة تقوم بعمل كبير، قاعد تبني فريق يخليك تقدر تنافس وتحقق بطولات ل10 سنوات قدام. حتى الاتحاد لو ما حقق بطولة الدوري في هذا الموسم، فهذه الإدارة والفريق قاعد يبنى بشكل جيد وبشكل ممتاز، قاعد يشتغلوا بشكل يخلي إنه الاتحاد في خلال 10 سنوات قادمة قادر إنه يحقق بطولات وينافس على جميع البطولات مثل ما عودنا الاتحاد في السنوات الماضية. اليوم تجي تلعب قدام العدالة، تطالع في الثلث الهجومي لنادي الاتحاد، الثلاثي اللي قاعد يلعب مع عبد الرزاق حمد الله، كورنادو، البيشي، رومارينهو، كلهم خلف عبد الرزاق حمد الله. لو تيجي تسالني مين اللاعب اللي يلعب جناح في الاتحاد، مين اللاعب اللي يلعب في عمق الملعب كصانع العاب، ما في لاعب ثابت. انت رومارينهو مره يبدا يسار، مره كورنادو يبدا يسار، مره كورنادو يجي في العمق، مره رومارينهو يجي في العمق، شويه البيشي يدخل معاهم. في حركيه غير طبيعيه في الثلث الهجومي. انت لو تيجي تنزل خصم امام الاتحاد ويجي انت كلاعب، يجي المدرب يعطيك توجيه يقول لك كورنادو هذا لاعبك، رومارينو هذا لاعبك، اباك تغطيه، اباك تحاول انك ما تخليه يلعب بكل اريحيه، انت كلاعب حتضيع معاهم. ليش؟ لانه انت لو لاعبك كورنادو اللاعب هذا متمركز في عمق الملعب، فجاه تلاقيه واقف في طرف الملعب وانت تضطر تروح تغطيه، انت حتفتح ثغره لرومارينو، حتفتح ثغره للاعبين الاخرين. ليش؟ لانه الاتحاد قاعد يلعب باسلوب يتوه اي مدافع، قاعد يلعب باسلوب يضيع المدافعين. انت في الثلث الهجومي تحتاج تمسك الاتحاد. فريق غير طبيعي، كل امانه فريق غير طبيعي. هذا الفريق بالنسبه لي انا هو المنافس الاول لبطوله الدوري، هذا الفريق بالنسبه لي انا اشوفه هو المرشح الاول في بطوله الدوري. ولو ما حقق بطوله الدوري بالنسبه لي انا الاتحاد في السنوات القادمه حيكون فريق غير طبيعي مع هذه الاداره. هذه الاداره واضح انه عندها اهداف، واضحه انه في خلال السنوات القادمه عندها افكار قاعده تحاول تطبقها، نتاجها حتطلع في المواسم القادمه. والى الان قاعده تطلع بذور نتاج هذه الاداره، وقاعده نشوف لمسات من هذه الاداره غير طبيعي، سواء على مستوى التعاقدات الاجنبيه، التعاقدات المحليه،
فالاتحاد بالنسبة لي أنا ماشي في الطريق الصحيح. هذا الفريق حيرجع، ولو رجع حيكون مرعب، حيكون الاتحاد غير طبيعي، حيكون منافس ما حد حيقدر يوقفه وحيمنعه من تحقيق البطولات. هذه وجهة نظري عن الاتحاد. مبروك للاتحاد الفوز على العدالة، مبروك على الاتحاد لهم هذا الفريق، مبروك لتحقيقهم على بطولة كاس السوبر، وإن شاء الله نشوف الاتحاد في هذا الموسم. شخصيا لو الهلال ما قدر يحقق بطولة الدوري أتمنى الاتحاد يحققه بصراحة. الاتحاد يستاهل. أنا أتمنى الاتحاد يحقق بطولة الدوري عشان أشوف ردة الفعل، وأشوف هذا الفريق بعد تحقيقه بطولة الدوري ايش حيقدم بعد كده، لانه اللي قاعد اشوفه عمل يستحق ان يتوج ببطولة الدوري. وهذه وجهة نظري، وهذا تحليلي عن مباراة الاتحاد التعاون، رغم انه ما كان في تفاصيل فنية، ولكن اللي شفته في الاتحاد يستحق اننا نثني عليه بكلام يستحقه الاتحاد، خصوصا انه قاعد نشوف شيء من نونو سانتو ما يستحق الا نقول شكرا. يا ريت اللي مو مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد، ويسوي لايك المقطع وشير المقطع عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. ونشوفكم على خير في مقاطع جديده. السلام عليكم.